مبروك على المغرب. Parabéns Portugal. Enhorabuena España. Congratulations to Europe. Félicitations à l'Afrique. واخيرا خبر صار لجميع المغاربه، الخبر اللي فرح المغاربه اليوم من طنجه للكويره، المغاربه المقيمين بالخارج واي واحد باغي الخير لهذه البلاد. المغرب رسميا ينظم كاس العالم 2030 بشراكه مع اسبانيا والبرتغال. حدث تاريخي وحدث غيبقى في تاريخ كاس العالم، بحكم ان هذا كاس العالم لاول مره غتنظم ما بين جوج قارات، افريقيا واوروبا. هذا الحدث التاريخي اكيد ان المساهمين فيه ابرز جوج شخصيات في المغرب. اولهم الملك محمد السادس اللي وفر كاع الظروف باش المغرب يعرف واحد النهضه رياضيه كبيره. ثاني شخصيه هو رئيس الجامعه الملكيه المغربيه فوزي القجع، اللي ساهم بدوره في النهوض بالرياضه وبكره القدم بشكل خاص على الصعيد الوطني الافريقي وحتى العالمي. حدث تاريخي غيبقى في تاريخ المغرب وتاريخ كاس العالم. والسؤال اللي غيسولو المغاربه كاملين هو شنو غيستافد المغرب من تنظيم هذا كاس العالم، وشنو غنستافدوا حنا كمغاربه من هذا كاس العالم. اكيد كلشي باغي الجواب ديال هاد جوج اسئله. بغيتي تعرف الجواب كمل الفيديو. فاول حاجه خصكم تعرفوا هو انه التنظيم ديال كاس العالم ما كيتعطاش لاي بلاد، وباش تنظم كاس العالم فاكيد ان خاص تكون عندك بنيات تحتيه من اعلى مستوى. اكيد ان الملف ديال المغرب فيه شنو غيوجد المغرب والبنيه التحتيه اللي غتكون واجده في كاس العالم. وهاد البنيه التحتيه ما غتخدمش غير كاس العالم، فهي غتخدم البلاد. وباش نهضروا بالدارجه فالبنيه التحتيه علاش كنهضروا على الطرقان في اعلى مستوى، كنهضروا على سبيطارات في اعلى مستوى، كنهضروا على فنادق في اعلى مستوى. وهادو فقط كيبقاو بعض الامثله على البنيه التحتيه اللي غيستافد منها المغرب، ماشي غير في كاس العالم، ولكن الاستفاده الكبرى غتكون من وراء كاس العالم. واكيد ان التنظيم ديال كاس العالم ولا حدث تاريخي بحال كاس العالم فهو المسابقه الدوليه رقم واحد، وكرة القدم كتبقى الرياضة الشعبية رقم واحد، والمغرب عنده موقع استراتيجي. وهذا الحدث التاريخي كامل فهو غادي يساهم في النهوض بالمجال السياحي على المستوى المغرب. فاكيد بان كاس العالم كلشي كيتفرج فيه، كلشي غيتشوف في المغرب، كلشي غيشوف البنيه التحتيه اللي كاينه في المغرب، كلشي غيشوف الامكانيات ديال المغرب. وهنا المغرب غيستافد على المستوى المجال ديال السياحه. وفاش كنهضروا على السياحه فكنهضروا على السياح، وفاش غيجيو السياح المغرب فاكيد انهم غيدخلوا العمله الصعبه للمغرب. وهذه العمله الصعبه الدور ديالها هو المساهمه في التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه ديال المغرب. وثاني مجال غيستافد فهو المجال الاقتصادي. فاش كنهضروا على المجال الاقتصادي فكنهضروا على مشاريع غتخرج للوجود ومشاريع غتجي من برا المغرب. وهاد جوج حوايج اكيد انهم غادي يخلقوا مجموعه ديال فرص الشغل، واكيد انه مجموعه ديال المغاربه غيلقاو فرص الشغل. واكيد فاش كيكون الشغل كيكون تحسن ديال المستوى المعيشي. وثالث مجال غنستافدوا منه حنا كمغاربه هو المجال الاجتماعي. فاكيد انه الناس كيعيشوا واحد الحالات مزريه، اكيد انه الناس اليوم باقيين عايشين في الكريان. فهاد جوج حوايج فاش المغرب غينظم كاس العالم اكيد انه ما غيبقاش. هادشي علاش الخطه ولا الاستراتيجيه ديال المغرب هو انه بحال الكريانات ما غيبقاوش من هنا ل 2028 2029. وفاش غتجي 2030 فاكيد ما غاديش تبقى شي حاجه سميتها الكريان، وغادي يعرف المغرب واحد النمو اجتماعي كبير. اكيد الاستفاده ديال المغاربه غتكون بانهم غادي يعيشوا واحد العيشه مزيانه. وهادو من الحوايج الايجابيين باش ان المغرب اليوم غادي ينظم كاس العالم. واكيد ان الاستفاده ديال المغرب ما غتكونش غير في المجال السياحي والاجتماعي والاقتصادي، غتكون على جميع المستويات وفي جميع المجالات. وغيعرف المغرب واحد التطور كبير اثناء كاس العالم ومن بعد كاس العالم. وكنقطه اضافيه فبالنسبه للمقاولين الصغار ولا الحرفيين فخاصهم حتى هما تكون عندهم واحد الاستراتيجيه باش يستافدوا من هذا التنظيم ديال كاس العالم، وتكون عندهم واحد الخطه من هنا ل 2030. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو وتخليو لي الراي ديالكم في التنظيم التاريخي للمغرب كاس العالم 2030.